متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات متابعتنا لمستجدات الملاعب المغربية، حيث سنشد الرحال اليوم إلى مدينة جديدة وملعب جديد، إلى العاصمة العلمية فاس، وملعبها الذي يعرف على غرار بقية الملاعب الكبيرة أشغال تهيئة وتجديد لبعض مرافقه استعدادا للحدث القاري كأس إفريقيا 2025، وهي الأشغال التي انطلقت مع بداية السنة الحالية أي قبل 10 أشهر، وتستهدف بالأساس بناء مرافق خارجية عدة وتجويد واجهته الرئيسية، إلى جانب تحسين شكل محيطه الخارجي وتهيئة المرافق الداخلية الضرورية لكي تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بتنظيم أكبر حدث كروي قاري. فنزولا عند رغبة الأوفياء من متابعينا، سنقوم بجولة سريعة للوقوف عند آخر مستجدات هذه الأشغال بملعب فاس. نبدأ جولتنا بالمدخل الرئيسي العام الذي يشهد تغييرات كلية مقارنة بالشكل السابق الذي كان يتميز بوجود هذين الملعبين الخاصين بالتداريب، يتوسطهما هذا المعبر المؤدي إلى الواجهة الرئيسية، بينما كانت أغلب المساحات الأخرى المحيطة بالملعب مساحات مهملة جعلت من محيطه الخارجي محيطا مقفرا لا يليق بملعب مدينة عريقة كمدينة فاس. في عملية التحديث الحالية وانسجاما مع خطة التطوير الكبرى من أجل كأس العالم، يعرف هذا الحيز تغييرا جذريا يبدأ بتخصيص جل هذه المساحة الأمامية لمواقف السيارات على غرار أغلب الملاعب الكبيرة، بينما سيشهد هذا الحيز شمال المدخل تشييد مرافق مختلفة بدأت معالمها تتشكل خلال هذه المرحلة بظهور هذه البناية التي ستخصص للوجستيك وإدارة نظافة الملعب، مع فضاءات خاصة بالإعلام والبث. بينما تظهر هنا عملية حفر أساسات بناية يرجح أنها خاصة بالصحافة والمنطقة المختلطة وأماكن عمل المصورين الصحفيين، أو قد تكون هذه بالأزرق حيث مكاتب الاعتمادات والتذاكر والمتطوعين والمرافق الخدمية لطواقم إدارة الملعب. نتقدم قليلا نحو هذا المبنى الذي يتصدر أبرز ما تم إنجازه خلال عملية التحديث الحالية، حيث اقترب من تشكيل صورته النهائية بعد تنفيذ أغلب أشغاله الرئيسية، وهو المبنى المشكل من 3 طوابق رئيسية خاصة كلها بفضاءات استقبال كبار الشخصيات هنا في الوسط، والشخصيات المهمة في أقصى الجانبين، ولفئة الضيافة التجارية هنا بين الفئتين السابقتين. هذا بالنسبة للطابق الأرضي. أما في الطابق الأول هذا فسيخصص لتنقل فئة كبار الشخصيات والشخصيات المهمة نحو المنصة الشرفية للملعب عبر معابر 3، رئيسي هنا في الوسط ومعبرين فرعيين هنا في الجانبين. أما الطابق الثاني هذا فسيخصص لتنقل فئة الضيافة التجارية عبر هذين المعبرين نحو المدرجات والفضاءات المخصصة لها، والتي سيتم بناؤها في مرحلة التطوير المقبلة. الحديث هنا يهم أساسا غرف الضيافة سكاي بوكسز على غرار ما تم في ملعب طنجة تماما. هذه البناية التي تم تشييدها بالكامل تقريبا عبر أدوات ووسائل مسبقة الصنع بهذه الأعمدة والعوارض الفولاذية والصفائح الإسمنتية والمعدنية الخاصة بالتسقيف والجدران الجانبية، باستثناء هذه الخاصة بالمصاعد الكهربائية التي تمت بالخرسانة المسلحة عبر الصب الموضعي، وهو الخيار الذي ساهم في تسريع وتيرة الأشغال التي بلغت اليوم مرحلة تثبيت الهياكل الخاصة بالتغليف الخارجي لواجهة هذا المبنى، والذي غالبا ما سيكون تغليفا زجاجيا بالنظر إلى شكل وحجم هذه المربعات والمستطيلات المشكلة للهيكل، في انتظار تأكيد ذلك خلال الأيام والأسابيع المقبلة. إلى الواجهة الرئيسية للملعب، والتي تشهد أشغال تثبيت هذه الأعمدة والعوارض المعدنية على طول بوابات ومداخل المنصة الشرفية، حيث تم تسقيف الطابق الأرضي منها بهذه الكيفية بأدوات مسبقة الصنع دائما، بينما يتم هنا تحضير عوارض تسقيف الطابق الأول، حيث من المنتظر ربط هذه المداخل نحو المنصة الشرفية بهذا المبنى عبر المعابر التي تحدثنا عنها سابقا، وهو ما يفسر ربما عدم إنجاز ممرات إسمنتية هنا في الأسفل إلى حدود اليوم، دون استبعاد إمكانية تحضيرها في مراحل قادمة. دائما في محيط الملعب، حيث وكما لوحظ ذلك منذ بداية الأشغال تم إزالة المخلفات والأتربة التي كانت تتوسط هذه الفجوات المحيطة بكامل محيط الملعب، تمهيدا ربما لعملية تكسية محيط الملعب بحلة جديدة لائقة بالملعب وخاصة بالمناسبة المنتظرة، إذ لا يليق بمدينة يشهد العالم بعراقتها أن تستقبل زوارها الأفارقة بواجهة ملعب بهذا الشكل.
من أجل ذلك تم تنظيف هذه الفجوات من المخلفات السابقة، بينما كشفت الصور الجديدة عن معطى جديد وهام بخصوصها، ألا وهي بداية هدم الأجسام الإسمنتية في هذا الحيز من الجهة الشمالية، تمهيدا لإمكانية هدمها بالكامل على محيط الملعب، أو ربما تخصيص هذا الحيز فقط بمرافق جديدة. وبالعودة إلى التخطيطات الهندسية الرسمية، يلاحظ وجود هذه المرافق على طول محيط الملعب، والتي هي مرافق صحية مخصصة للجماهير. أما هنا في الواجهة الشرقية فقد تم هدم تلك الجدران الإسمنتية التي كانت مستندة إلى هذه الأعمدة الحاملة لأمشاط المدرجات، وذلك تمهيدا لعملية تغليف خاصة بهذه الجهة، وهو الأمر الذي يؤكده تواجد هذه الأعمدة الحديدية الطويلة هنا، والتي تحمل شكلا أسطوانيا بطرفين مختلفي السمك. قراءة الشخصية لهذه المعطيات هو أنه سيتم تثبيت هذه الأعمدة بشكل عمودي في هذا الحيز، مع تكسيتها بلافتات عملاقة لها علاقة بالعرس الإفريقي من أجل تحسين الشكل الخارجي لهذه الجهة الشرقية. كل ذلك في انتظار ما سيتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث لا نتوقع أن تشهد واجهة الملعب عموما تغييرا كبيرا أو تغليفا مفاجئا غير متوقع في ظل غياب أي بوادر أخرى لذلك، بينما نتوقع إحاطة باقي أجزاء الملعب في هذه الفجوات في حالة عدم إزالتها بأغراس وأشجار لمحاولة تجميل هذه الواجهة باستعمال أشجار النخيل كالعادة، والتي لوحظ تواجد عدد منها في محيط الملعب. نبقى في الجهة الشرقية التي تعرف خلال الفترة الأخيرة حركة مكثفة للآليات التي تقوم بأعمال حفر كبيرة في الحيز الواسع الذي لم يكن مستغلا منذ بناء الملعب. الصور الجديدة تظهر أعمال حفر تمهيدية من أجل بناء مرافق جديدة، حيث بدأت الشركة المكلفة نصب مستلزمات العمل وتركيب إحدى الرافعات، إضافة إلى إزالة ملاعب مجاورة كانت تستغل من طرف إحدى أكاديميات تكوين اللاعبين. وبالعودة إلى التخطيطات الهندسية لملعب فاس، تبرز هذه المرافق هنا، والتي ستخصص للشركات وكفضاء وقرية للضيافة التجارية، بينما لم تكشف هذه المخططات عن طبيعة المرافق التي ستشيد في هذا الحيز حيث يتم الحفر في الوقت الحالي. سريعا إلى داخل الملعب، حيث تقل نسبة وكثافة الأشغال رغم إغلاق الملعب منذ قرابة العام. والبداية من الجهة الغربية هذه التي تشهد عملية تجديد كلية لمقاعد المنصة الشرفية، والتي تم إزالة مقاعدها السابقة من أجل تعويضها بمقاعد جديدة، إضافة إلى تهيئة فضاءات جلوس رجال الإعلام والصحافة. بينما تشهد باقي المدرجات عملية صيانة وتغيير المقاعد المكسورة أو المنزوعة وتعويضها بأخرى جديدة، دون أن يعرف الملعب تغييرا كليا لهذه المقاعد أو إعادة تصفيفها بأسلوب مختلف كما تحدثنا عن ذلك في الفيديو السابق. فملعب فاس على غرار ملعبي مراكش وأجادير سيستضيف مباريات الكان بنفس شكل المدرجات المعتادة، بينما يطرح مشكل هذه الفراغات التي تبدو معيبة في حالة الإبقاء عليها مفتوحة بهذا الشكل، والذي نرجو أن يتم التفكير في تغطيتها بأغشية تحمل تصاميم لها علاقة بالبطولة أو بالمدينة أو بالبلد بشكل عام. وهو نفس ما يمكن أن يقال بخصوص أبراج الإنارة الإسمنتية هذه التي نرجو تغليفها من أجل صورة أجمل لملعب فاس، والذي ورغم كل المؤاخذات والملاحظات سيكون في الموعد، خصوصا بتكسية حلبته بشكل كامل ومحاولة تغطية الفراغ القائم بين المدرجات وأرضية الملعب بحزام يحمل ألوان البطولة مع كل الرتوشات التي ستجعل من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب نسخة استثنائية بملاعبها وجماهيرها وبالتنظيم المحكم الذي جعل الهيئات الكروية الكبرى تثق في المغرب كوجهة رياضية رائدة على المستوى القاري والعالمي. كانت هذه جولة سريعة للوقوف عند آخر مستجدات أشغال تحديث ملعب فاس. شاركونا آراءكم بخصوص هذه الأشغال، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا على الاستمرار. أشكركم على المتابعة والتفاعل والدعم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.